الفيديو ده للناس اللي دايما تشتكي ان هي ما بتعرفش ان هي تلف الكوردن بلو، وكمان لما بيجوا يحمروه في الزيت القشرة بتقع منهم. هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة جدا، هيبقى سهل عليكي ان انتي تعملي الكوردن بلو، وكمان هيبقى شكله مميز جدا معاكي على السفرة. هنعمله على شكل كور شكلها لطيف قوي، وكمان طعمها منتهى الجمال. يلا نشوف عملنا الكوردن بلو بتاعنا النهاردة ازاي. في الكبة نزلت بنص كيلو من الفراخ البانيه او صدور الفراخ المخلية، وبدأت ان انا افرمها في الكبة فرم ناعم جدا، زي ما اكون هعمل كفتة فراخ بالظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزلها في طبق ونزلت عليها بالبهارات، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البصل البودر. مش حابة ان انا اكتر بهارات عشان ما اضيعش طعم الفراخ معايا. حبيت هنا ان انا اخلط البهارات مع الفراخ بايديا علشان اعيد عليها واتأكد ان مفيش اي كتل في الفراخ، واوصلها لشكل الناعم اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبدأ ان انا اشكلها. خدت قطع من الفراخ وبدأت ان انا افردها بايديا، وحطيت فيها قطعة من الرومي المدخن وقطعة من الجبنة الشيدر. طبعا الحشو ده اختياري، يعني ممكن لو مش متوفر عندك رومي مدخن وجبنة شيدر ممكن ان انتي تستخدمي لانشون، تستخدمي جبنة موتزاريلا. اللي متوفر عندك استخدميه، ما توقفيش نفسك خالص. بدأت بقى ان انا اخد حتة تانية كده من الفراخ واغطي الرومي المدخن والجبنة زي ما انتوا شايفين، وبدأت ان انا اشكلها بايديا على شكل كور كده. ولو وانا بشكلها كده لقيت اي فراغ طالع منه الجبنة، اغطيه بقطعة فراخ صغيرة علشان الجبنة ما تسحش وتتحرق مني في الزيت. وابدأ ان انا انعمها بايديا كده واشكلها على شكل كورة ناعمة. افضل اكرر نفس الخطوات لحد ما كمية الفراخ اللي معايا تخلص. انا الكمية اللي معايا عملت 4 كور حجمهم متوسط. ممكن تصغري حجم الكور زي ما انت عايزة لو حابة ان انت تزودي الكمية. هسيب بقى كور الكوردن بلو ترتاح شوية في التلاجة لمدة نص ساعة، وهروح احضر المكونات اللي هعمل بيها الكفر الخارجي. هيكون معايا طبق فيه شوية دقيق، وطبق فيه شوية بقسماط مطحون، وبيضتين خفقتهم بالشكل ده. هحط على كل طبق رشة من الملح ما عدا البيض. هحط عليه كمان زيادة رشة من الفلفل الاسود عشان الزفارة بتاعة البيض. هجيب بقى الكرة بتاعة الكوردن بلو، وهبدأ ان انا ابطنها كده بالدقيق، وبعد كده احطها في البيض، وبعد كده في البقسماط. نعمل مع بعض واحدة تانية. هبطن الكرة بتاعتي بالدقيق، بعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط. هكون جنبي محضرة طاسة فيها زيت غزير، بس مش هسخنه زيادة عن اللزوم، يعني هيكون درجة حرارته متوسطة علشان لو سخن قوي أول ما أنزل بكورة الكوردن بلو الكفر هيستوي معايا وهتبقى نية منك من جوه. فأول ما أنزلها في الزيت هتكون الزيت على درجة حرارة متوسطة. بعد كده ههدي النار وهسيبها تستوي براحتها، لأن هي تاخد وقت شوية في السوا علشان أضمن إن هي استوت من جوه. وأول ما تاخد لون بالشكل ده من كل الجهات هطلعها من الزيت، وهبدأ إن أنا أقدمها مع أي صنف انتي بتفضلي. بالنسبة لي أنا قدمتها مع شوية مكرونة بالصلصة، وبدأت إن أنا أقسمها من النص كده عشان أوريها لكم من جوه. بجد طعمها حلو قوي، جربوها ومتأكدة إنها تعجبكم. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.